السلام عليكم. مدرب المنتخب الجزائري جمال بلماضي يقصف أشباه المشجعين بعد التصفير على ماجر خلال مباراة الجزائر وأثيوبيا في الشان. لكن قبل ما نجوز التفاصيل، ضعوا إعجاب للمقطع واشتراك في القناة ليصلكم كل جديد. هاجم وزير السعادة الجزائري جمال بلماضي مدرب الخضر الذي جدد عقده مع محاربي الصحراء حتى مونديال 2026. هاجم جماهير مباراة إثيوبيا والجزائر التي انتهت بنتيجة هدف دون رد وتأهل الخضر للدور ربع النهائي، ووصفهم بأشباه المشجعين بعد تصفيرهم على المدرب الجزائري رابح ماجر نجم بورتو السابق، والذي غادر الملعب وهو حزين والدموع تنزل من خديه. وقال بالماضي في أول تصريح له: عيب أيها الأنصار، ما هكذا تكرمون ابن بلدكم ماجر؟ كان ذات يوم في منزلة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، وربما أفضل إذا قارناهم بالإمكانيات المتواجدة اليوم. لقد حزنت كثيرا عليه وهو يغادر الملعب بذلك المنظر التعيس والكئيب. لقد عشت ذلك الموقف خلال مباراة الإياب أمام الكاميرون بعد إقصائنا من كأس العالم 2022. إنها لحظات مؤلمة بالفعل.